النهارده هنعمل بقى حلويات المذبح، حاجة تحفة وجميلة. معايا بومبار، وهنا بقى الكميات والتشكيلة على مزاجك. ومعايا هنا فشة، وكمان مفروم، وكبدة مقطعاها، وكلاوي، وكمان سجق. هنا الفشة انا بسلقها وبغير المية بتاعتها كذا مرة، عشان بيطلع منها حاجات انا مش بحباها، فبغير ميتها كذا مرة. وهنشوف اهو معايا مية مغلية، هبدأ انزل فيها الفشة بالشكل ده. هنشوف اهو مع بعض ازاي هغير المية، وايه اللي بيظهر على المية انا ما بحبوش، عشان المية دي بتشيل الزفارة كلها، فبرمي المية وبغيرها. انا هستغنى عن المية خالص واغيرها واسلقها تاني. استلقت معايا بعد مرتين، غيرت فيهم المية عشان تطلع معايا بالشكل دوت ومفيهاش اي روايح. قطعها شرايح رفيعة كده بالشكل ده، وابقى انزل بيها في الطاسة بتحمير. اقطع كله كده حلقات. حلويات المذبح جميلة وانضف من بره 100 مرة لما نعملها في البيت. اقطع كله كده بالشكل ده. كده خلاص خلصت من الفشة. هبدأ هنا اعمل الكفتة. والكفتة هنا انا ما بستخدم لهاش اي توابل غير ملح وفلفل اسمر بس. ابدأ بقى اعجنها بايدي عشان كله يتداخل مع بعضه وتتماسك معايا وانا بكورها. ودي اهم خطوة. مش اكتر من ملح والفلفل، لان انا بحط بهارات تاني في الطاسة على النار، فانا مش محتاجة تاني احط توابل. اعجنها العجنة حلوة كده، وبعد كده ابدا اكورها، وهتشوفوا معانا ان هي الحمد لله ما فكتش ولا هتحل منكم ولا هتشق. كده خلاص هبدا اكورها كور صغيره بالمنظر ده. اشكلها كده كور قد بعضيها، وانا هسيبها شويه ترتاح في التلاجة. جاهز كده الحاجة. ببدأ بالكفتة عشان تقعد شوية وتشد في التلاجة، واهم حاجة تقعد نص ساعة ولا ساعة في التلاجة. والمنظر ده هسيبها، هكملها بنفس الشكل اللي قدامكم ده. جميلة ومش هتفك، وهتشوفوها معانا. اكرر كده لغاية ما اخلص الكمية اللي معايا. وهنا الكميات على حسب ما تحبي، يعني ممكن بقلل الكميات نعمل صينية حلوة قوي. هبدأ اعمل البومبار. انا عملته قبل كده معاكم، بس انا هعمله تاني. هبدأ انزل زيت، وبعد كده انزل ببصلة مفرومة ناعمة، وما بستناهاش لغاية ما تحمر قوي، تدبل بس معايا. وبعد كده انزل بالصلصة. هنا انا غيرت مية سلق الفشة وعملت مية جديدة. هنزل بالفشة في المية. بكرر العملية دي مرتين كده، بغير المية مرتين عشان ما تنزلش منها اي حاجة مش حباها. تسبيكة البومبار هنزل بمعلقتين الصلصة، اضيف عصير الطماطم والتوابل اللي هي ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ونعناع. والخلطة هنا قلبتها مع الخضرة، وهبدأ احشي بيها البومبار. افتح حرف البومبار بصباعين، وادخل بالصبع التاني الحشوة، وافردها كده في البومبار، مملهوش قوي، مكبسوش قوي بالرز، لان هو بيزيد معايا في السلق. وكمان البومبار بيلم وبيصغر شوية، فالحشوة بتبقى حلوة كده. وما نكبسهوش عشان ما يفرقعش معانا في السلق، وكمان يستوي معانا الرز من جواه. وبالطريقة دي هكمل الكمية بنفس الطريقة. يكون عندنا مية على النار بتغلي، وعقبال ما اخلص الكمية اسقط فيها البومبار. عارف ان هو استوى من الرز اللي جوه البومبار نفسه. بنزله بدري شوية لانه لسه هيتحط في درجة حرارة عالية في الزيت، وهيتحمر معايا، وكمان ما يطلعش الرز معجن. هنزل بالبومبار في مية مغلية، مش هنزل مرة واحدة،
واحدة واحدة كده عشان الشوربة بتاعتنا ما تهداش. وكمان هيبقى معايا بصل وورق لورا وفلفل وفصين توم وجزر هنزل بيهم. هبدأ هنا اجمع كل الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها. هنزل بلية وشوية زيت، ليه هنا عشان تدي نفس بس مش اكتر. هنزل كده بالاول بالكفتة، يعني الكفتة معانا لسه ما استوتش، والسجق والكبدة الحاجات دي لسه ما استوتش هنزل بيها. اقلبها كده تاخد تشويحة، وبعد كده اركنها على جنب. بصوا معانا ما فكتش ولا حلت ولا اتشققت، الحمد لله. مفيش حد داق مني الطبق ده الا ما عجبه. تحطي التشكيلة من كل حاجة، لو حتى حاجات بسيطة هتعملك طبق حلو قوي وهتعملك كمية. محدش صدق ان انا اللي عاملة الطبق ده من جماله، والريحة مش عايزة اقول لكم بتبقى عاملة ازاي. هبدأ هنا اوسع الكفتة وهنزل بالسجق، هنزل بالحاجات بقى اللي لسه ما استوتش واحدة واحدة كده. هبدأ اشوحه كده عشان دي حاجات لسه ما استوتش معانا، وبرضك اشوحه شوية وهركنه على جنب. هبدأ اقلبه شوية وبرضك هحطه على جنب وانزل اللي بعده. وهنا بقى انا هنزل الكبدة، انزل بالكبدة والكلاوي مع بعض بالمنظر ده، واخليها برضك تاخد تشويحة. وهنزل بورق لورا وفلفل وملح لحمة. بس كده انا اكتر من كده ما بحطش. هرش رشة ملح وهحط قرنين فلفل كده يدوا نفس وريحة حلوة. هقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي معانا، كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده. وكمان هحط بصلتين كده صغيرين يدوا نفس، انزل بيهم سلام، ممكن تقطعيهم لو حابة، بس انا بحطهم كده بس يدوا ريحة ونفس حلو. هبدأ اجيب كده الحاجة كده على جنب وانزل بالفشة اللي انا مقطعاها، انزل بنص مقدار الفشة. وكمان هشغل صينية تانية احط فيها باقي المقادير اقسمهم. وهنا البومبار ده انا محمراه وقطعاه كده حتت، هنزل بيه عشان ياخد بقى من طعم الحاجة. وهقلب كده في الناحيتين، وكده الحاجة جاهزت معانا. هعمل بقى رغيف زي ما بيعملوا في المحلات، رغيف كده معاه خضرة، واحط من المشكل الحلو ده، وهشيل الورق اللورا. المنظر اهو، متخيلين طبعا الريحة. الشكل النهائي للطبق تحفة، والريحة ولا اروع، حاجة معمولة في البيت وبايدينا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، طبق عاملينه بايدينا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، صحة وهنا على قلوبكم.